السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ انا عايز اقول لكم يا جدعان ان انتوا وحشيني قوي 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 بصراحه يا جدعان. الواحد ملوش عين ان هو يعتذر عن اي حاجه، لان احنا كل شويه بنعتذر وبنرجع برضه نتاخر عليكم في الفيديوهات. بس يا جدعان والله عايزكم تعذرونا، كل الكلام ده غصب عننا، بيبقى ورانا حاجات كتير ومسؤولين وشغل وبتاع، فاعذرونا يا جدعان. فاول فيديو انتوا هتشوفوه بعد الغياب الجامد اللي احنا غبناه دوت، ده بابا احمد التومه هو اللي هيعمله. ايه فكره الفيديو؟ فكره الفيديو ان الاوضه بتاعتنا اتسرقت. ازاي؟ هشيل الكمبيوتر، يعني هما الحاجتين اللي هما عليهم العين قوي يعني بالنسبه لمحمد، بالنسبه لي بتاع ان الكمبيوتر هيتسرق والدرع بتاعنا هيتسرق. الحاجتين دول هيتسرقوا من الاوضه. طب هيتسرقوا اوديهم فين؟ وليه اساسا انا عملت بالذات في الكمبيوتر والدرع كده؟ اول حاجه هيتحطوا في الاوضه عند امي جوه، لان امي كل شويه وهي نازله تقفل الباب بتاعها بالمفتاح، مش عارف خايفه ان احنا نسرقها ولا ايه. بس سالتها كام سؤال دول، يا امي انت ليه بتقفلي الباب وانت نازله؟ مش عارف ايه، وانت ايه مسرقانا ولا ايه؟ بس قالت لي بخاف عشان المنور وبتاع ومش عارف ايه ومنطاط، فبتقفل الباب وهي نازله. فمحمد طبعا لو اتشقلب مش هيعرف يدخل الاوضه لان امي مش هنا، فطبعا الباب ايه مقفول. فانا هشيل الاثنين دول ادخلهم جوه وهقفل عليهم. تاني حاجه، اشمعنى ان انا اخترت الكمبيوتر بالذات؟ لان محمد كده يا جدعان مستلم الكمبيوتر بقاله 3 4 ايام وقافش لي في مسلسل رعب كده اسمه مش عارف ايه، فهو يعني يعتبر طول ما هو قاعد في الشقه لازق على الكمبيوتر وبيتفرج على المسلسل، ويعتبر الكمبيوتر هو اغلى حاجه هنا في الاوضه يعني يا جدعان. فهي دي فكره الفيديو، ان انا هسرق الكمبيوتر دوت وهنزل طبعا الشارع لمحمد وهو مستنيني تحت في الشغل عندنا. فانا هصور المقدمه دي وهنزل وهطلع معاه كاني مفيش اي حاجه، وانا وهو هندخل كاننا متفاجئين مع بعض. تمام يا جدعان؟ دلوقتي هروح اسرق السرقه بسرعه كده عشان انزل وما يحسش ان انا اتاخرت عليه. تمام؟ نبدا باول حاجه. انا هسيب الكرسي وهسيب المكتب، هسيب كل حاجه، انا مش عايز اتاخر لان هو مستنيني تحت اساسا. خراب يا جدعان، لو حاجه نقصت من الاوضه امي هتقول لي ان انا اللي سرقتها عشان انا واخد المفتاح ده. محدش عايز يشتري كمبيوتر؟ مفيش اي حد طب قدامه بيع الكمبيوتر ده؟ خراب اسود، ايه الشكل ده؟ نهار اسود، الحيطه بقى شكلها معفن. معانا تاني اغلى حاجه يا جدعان في الاوضه. معلش ما انا لازم اخد حاجه غاليه. انا هاخد دي برضه يا جدعان عشان انا برضه ما بانش في الصوره ان انا عملت الكلام ده، لان انا اكيد مش هسرق صور يعني، عشان ما بقاش ايه حته ذكاء مني دي. وبس كده يا جدعان، انا مش هشيل اي حاجه تاني من الاوضه. انا هروح اظبط الكاميرا بس واحطها في مكان مش باين وهنزل كاني مفيش اي حاجه حصلت. تمام؟ طيب يا جدعان هروح اوريكم دلوقتي الحاجه انا حطيتها فين، وهقفل قدامكم وهنزل وهشيل المفتاح مطرح ما امي بتشيله. تمام يا جدعان؟ هنا الخزنه يا جدعان. تمام؟ دي الحاجات اللي انا شلتها. يلا سلام عليكم. طيب يا جدعان، هي دي هتبقى ظبطة الكاميرا، وانا قلبت الدنيا عشان برضو ايه تبع الاجواء يعني، كأن في حاجه اتسرقت وبتاع. هي دي هتبقى ظبطة الكاميرا. انا هسيب النور شغال وهخرج وابقى اطلع انا وهو بقى وقت ما نطلع. تمام؟ السلام عليكم. ايه ده؟ يا ابني في ايه؟ يا نهار اسود، فين الكمبيوتر؟ فين الكمبيوتر؟ ما اعرفش ازاي. يا نهار اسود، الصور والدرع فين؟ طب اسود، الاوضه اتسرقت ولا ايه؟ الشباك بتاع المنور يا لهوي. شباك المنور؟ الشباك بتاع المنور مفتوح. ايه يعني شباك المنور مفتوح؟ لا بس الكمبيوتر ما يخرجش منه. يا نهار اسود، انا كنت حاطط فلوس هنا. ورب الكعبه انا كده عرفت امك ليه بتقفل الباب. انا عرفت. يا امك فين؟ يا نهار اسود، انا ما اعرفش. ايه ده انت بتقول لي انا؟ ايه ده؟ احنا مش نازلين الحاجه دي كانت موجوده؟ احنا ما اتاخرناش ساعتين. ايه الحاجه بره فين؟ ايه في حاجه بره ناقصه برضو يا ابني؟ الكمبيوتر اتسرق. طب في حاجه يعني هما ايه الاوضه بس اللي اتسرقت ولا ايه؟ بره ايه؟ شوف بقى يا عالم ايه اتسرق من بره، انا اعرف. مفيش حاجه بره يا ابني، كل حاجه بره مظبوطه. ايه؟ حاجات بره مظبوطه. ازاي؟ يا نهار اسود يا جدعان، مفيش حاجه بره اتسرقت.
مفيش حاجه بره اتسرقت، يعني الاوضه بس اللي اتسرقت؟ يعني الاوضه بس اللي اتسرقت؟ اتصل بامك بس، اتصل بامك. هتصل بامك اقول لها ايه؟ يعني امك اتصل بامك يمكن امك ودته في حته. يا نهار اسود. اتصل بامك يا عم. انا معيش رصيد اتصل بامك انا. يا نهار اسود يا جدعان. يعني هو اللي طلع ما خدش غير الكمبيوتر والصور؟ مفيش حاجه في الاوضه اغلى من كده. صور ايه خلاص. مفيش حاجه اغلى من كده. الدرع والكو يا نهار اسود. البراويز اللي كانت هنا وهنا. الو ايه يا امي؟ هو انت وديتي الكمبيوتر في حته؟ انت قول لها انت نزلتي امتى؟ انت نزلتي امتى من البيت؟ نزلتي الصبح ايه الكمبيوتر اتسرق؟ ايه ده انت ودي صوتك يا مين اللي بيخبط؟ مين اللي بيخبط؟ كمبيوتر؟ يعني انت ما تعرفيش حاجه يا ماما؟ والله العظيم ما الاقي الكمبيوتر. والله العظيم دخلت الاوضه مش في الاوضه الكمبيوتر. مين يا احمد اللي بيخبط يا احمد؟ ها؟ انزل البوابه ايه ده؟ انا هكسر البواب تحت. الكيسه والشاشه مش موجودين يا ماما. سلام يا ماما. ايه جه؟ مين؟ جه؟ هو ايه ده اللي جه؟ هو ايه ده اللي جه؟ سلام يا ماما، سلام يا ماما. مين اللي بيخبط يا احمد؟ مش عارف الكمبيوتر. مين اللي بيخبط؟ يعني اللي هيشيل الكمبيوتر ده هيشيله ازاي؟ مين اللي بيخبط؟ بياخد الزباله. اللي هيشيل الكمبيوتر هيشيله ازاي؟ وحتى لو شاله هينزل بيه ازاي من باب العماره؟ تعال ننزل البواب يلا، تعال ننزل البواب. يا ابني باب المانور، شباك المانور كان مفتوح. ايه يعني هيخرج الشاشه من شباك المنور اللي قد كده اهو؟ اما ما انا معرفش. طب يلا بقى ننزل البواب. بواب ايه اللي ننزل له؟ امال هي الحاجه هو مال اللي البواب؟ امال هي الحاجه راحت فين؟ هتنزل البوابه هيقول لك انت اللي مغفل. هتنزل البوابه هيقول لك عشان اديله علقه موت تحت. يعني ايه؟ هو غلطان ومش قاعد بيهرس؟ غلطان؟ وانت ما تخليش بالك من شقتك ليه؟ هو الباب فيه حاجه ما اتكسر طبعا. مفيش، ما هو ده اللي هيجنني. ما احنا داخلين من الباب. الحاجه فين؟ معرفش. مفيش حاجه غير اتاخدت غير الكمبيوتر. هي في حاجه، لا في هي حاجة. ممكن تكون امك شالته عشان المسلسل اللي انت بتتفرج عليه وما بتقومش من قدامه. انا لسه مكافل مع امك، قالت لي والله ما اعرف حاجه. قلت لها ما تعرفش حاجه؟ لا. انا مش عارف ازاي. طيب ازاي؟ طب ازاي؟ انا عايز اعرف ازاي ده خرج من شباك المنور؟ لا ايه ده اللي خرج من شباك المنور؟ يا ابني هو اللي كان مفتوح. ما تزعقش في وشي، ما تزعقش في وشي عشان انا ما بحبش الصوت العالي. لا في حاجه، في حاجه مش مظبوطه. الكمبيوتر ده ما نزلش من هنا. لا ما هو اللي طالع مستهدف الحاجات دي بالذات. مفيش حاجه اتسرقت من الاوضه ولا حاجه اتسرقت من الشقه. مفيش حاجه اتسرقت من الشقه. مفيش، ما انا بقول لك. والباب ولا في حاجه ولا الشباك في حاجه. طب ازاي بقى؟ ازاي وامك قافله الباب بالمفتاح؟ يعني محدش دخل. لو حد دخل ولقى الباب مقفول هيعرف ان الاوضه دي فيها حاجه، هيكسر الاوضه دي. لكن اللي داخل عارف هو بياخد ايه. طب خده وراح منين؟ انا ما اعرفش. ده خد اغلى حاجه. يا نهار اسود يا جدعان. الكمبيوتر. احنا لسه بندفع اقساطه. ده احنا ما خلصناش اقساطه. ده احنا هنفضل ندفع في فلوس. ادفع بقى يا عم. مش عارف ازاي. طيب ازاي؟ يا امك شايله المفتاح بتاع الاوضه ده فين؟ انا مفتاح؟ امك يا ابني بتاخد المفتاح وتنزل. مفتاح الاوضه بتاخده وتنزل. ما انا انت غبي اهو. طب اتصل بيها اقول ما انا جريت على شباك المنور ليه؟ يمكن نشوفها. انا جريت على شباك المنور ليه؟ نشوفها يمكن حطها. انا جريت ليه على الشباك؟ عشان امك قالت لي. قلت لها انت بتقفلي ليه باب الاوضه؟ هو انت مسرقانه يا امي؟ انا قلت لها انت مسرقانه يا امي؟ قالت لي انت عبيط يا احمد، انا عمري ما هسرقك. انت ابني حبيبي مش هسرقك، بس انا بقفل باب الاوضه عشان انا خايفه من المنور. منور ايه؟ ده الشباك كله بيتفتح بيبقى قد كده اهو. يا عم يدخل بس الشاشه خرجت ازاي؟ هي دي الفكره. يا ابني الحرام. انت حاطه مفتاح الاوضه فين؟ يا ابني العفاريت. معاكي فين يعني؟ يا ابني بتاخده وتنزل بيه. ماشي يلا اوعى كده امشي. ها؟ مفتاح الاوضه مش الشقه. انا عايز اخش جوه، عايز اشوف حاجه في الاوضه. يمكن هو محطوط جوه في الاوضه. انا مش عارف امك الصراحه ليه بتقفل الاوضه دي. انا مش عارف. بالله عليك يا ماما تعرفي حاجه؟ بالله عليكي ما تخليناش نلف حوالين نفسنا. قول لنا لو هي خدت الشاشه مثلا عشان انت ما تتفرجش على المسلسل، تقول لنا يا عم. تقول لنا. احمد وعز جلاله الله يا احمد هضربك. لا ما انا متضايق. الكمبيوتر اتسرق. انت عبيط يا ابني. انت وجعت لي دماغي ووترتني. الكمبيوتر والصور. يا نهار اسود. ولا سرق الصور هيعمل ايه بس؟ ما انا مش عارف بقى يا ماما. انا مش عارف لو عمل كده. ماما انت ماما ما تعرفيش حاجه عن بالله ما بهزرش والله. نزلت الصبح فين؟ ما احنا نازلين وراك. وانت سامعها ازاي؟ يا ابني الصوت انت سامعها ازاي؟ صوت التليفون عالي. ماما
يا رب ارحمني براحتك. يا امي انت نزلتي امتى؟ مش انت نزلتي الظهر؟ طيب ده احنا نازلين بعديكي على طول، ما تاخرناش ساعتين والله العظيم. بقول لك طلعنا ما لقيناش ولا الكمبيوتر ولا الدرع اللي معلقينه ولا الصوره اللي معلقها. هياخده وينزل بيه منين؟ ده اللي انا بتكلم فيه بقى. افتح الاوضه دي. ايه؟ افتح الاوضه دي. انا عايز افتح الاوضه دي. بقول لك يمكن يكون عنده باراجوت. باراجوت؟ انا عايز افتح الاوضه دي. امك بتهزر، امك هي اللي عامله، انت اللي عامله الكلام ده؟ يا ابني كلام ايه الهبل ده؟ وربنا الكمبيوتر ما موجود في الاوضه. مين اللي سرقه ده بقى؟ عليه تحت شوف مين السراير، بيتصل دوروا بيه. عليه. دورت عليه تحت السراير، انت اللي خدتي الكمبيوتر. شوفي الكمبيوتر فين ورب الكعبه دافعي 50,000 جنيه. 50,000 جنيه؟ طب انت اساسا كنت عايز فلوس ومش لاقي جنيه؟ انت بعت الكمبيوتر؟ انا اللي بعت الكمبيوتر؟ امال ليه؟ طب شوفي ما الكمبيوتر ده مش هيخرج بره هنا. بس يبقى انتوا فعلا تلاقيكم بعتوا أهو. الكمبيوتر. يلا بقى. لا ده انت اللي بعتي الكمبيوتر بقى وانا مش راضي اقول لك. انت اللي بعتي الكمبيوتر. انا جايه لكم، لا بعتوه هشوف لكم صرف. طب يلا تعالى. بقى، سلام. بتبيع الكمبيوتر ليه؟ بتبيع الكمبيوتر ليه؟ انت ليه بتبيع الكمبيوتر؟ انا ما بعتش كمبيوتر. انت عرفت منين هو ب 50,000 جنيه؟ 50 انت عبيط يا وانت كنت عايز فلوس مش لاقي. وربنا انت شكلك اللي بعت الكمبيوتر. انا بعت الكمبيوتر عشان انت نازل من البيت هنا اصل انا شايفك بارد. لا 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 انا شايفك بارد. وحد الله. واحد اللي بقى يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. البرود اللي انت فيه ده يعني الو. انت عارف فيه ايه؟ الو. الكمبيوتر اتسرق يا اقعد روان. يا عم انت يا عم، اقعد يا عم. ما انت مش همك حاجه. ماشي. ماشي. عايز ايه يا روان؟ الكمبيوتر اتسرق. عايز ايه يا روان؟ اه. عايز ايه يا روان؟ واخوك اللي سرقه وسرق الدرع وسرق انت بتقفل في وش اختك وبتقفل التليفون؟ اه. طب ماشي ماشي. انت اللي انا نازل من هنا. اه. انا نازل ايوه. الكمبيوتر موجود. اه. وانت اللي نزلت بعديا. انا نزلت بعد كده، احنا نازلين مع بعض، رحت اجيب حاجه من البيت ما لقيتش الكمبيوتر. الو. الكمبيوتر اتسرق. ما اعرفش، قولي لي ازاي بقى. وربنا انت اللي مهزرش. خدته. انا خدته؟ يا انت يا امك اللي خدته. يا ابني هاخد الكمبيوتر اعمل بيه ايه؟ والله انت يا امك اللي خدته. والله العظيم. قليل الادب. هو كان محتاج فلوس ومش عارف مش عارف فاهم، عشان يمشي الشغل، وكان محتاج فلوس صح؟ مش هو كان محتاج فلوس؟ كان محتاج صح؟ اهو. والله العظيم ما لاقيين الكمبيوتر، طلعت يا بنتي ما لقيتش الكمبيوتر ولا لقيت الصور ولا لقيت الدرع. الفيلم ده مش هيخش عليا. راحوا فين؟ اسألي اخوكي بقى. الفيلم ده مش هيخش. اسألي اخوكي. انت عرفت منين هو 50,000 جنيه؟ عشان نزلت بيت وخدتش فلوسه، هي فلوسه هي في كده. لا انت هتطلع بالفلوس يا ناصح. انت عايزه ايه؟ ماما ما اعرفش ماما فين. يلا يا ماما سلام. طب ماشي يلا يلا. تعالى كده. خش يلا. افتح الاوضه دي. خش افتح بس الاوضه يا دي. ابني اقعدي تاني المفتاح مع امك. يا امك بتنزل من غير ما تفتح ايديه في الاوضه. امك عماله تهق وتهزر وتقول لك باراشوت ودوروا عليه تحت السرير وانت عمال تزيد في صوتك. خش افتح لي الاوضه دي. لا برودك انت ده بقى. ايدك بس كده. ما هو انت عشان تسمع ايه؟ بس ما الكلام. تقوليش اللي خدت. ما هو انت تسمع مني. افتح الأوضة. برودك اللي انت فيه دوت هو اللي يدل ان انت اللي عامل العمله دي. طب خش افتح. براحتك بقى يا عم. اوعى كده. خش افتح الاوضه. فين مفتاح الاوضه؟ فين مفتاح الاوضه؟ الكمبيوتر ده راح فين؟ انا مش عارف. في الاوضه. وربنا امك امك ما عرفتش تمثل. امك ما عرفتش تمثل. خش هات الكمبيوتر اخش اجيب الكمبيوتر منين؟ من الاوضه. ليه يا امك اول مره تقفل الاوضه؟ لا عشان امك النهارده راحت لك بباراشوت. يعني انت كده مثلا بتتصل بامك وراحت امك قايله لك انت اللي ايه؟ اتصلت بامك مش انا. ماشي انا بقى اتصلت كده بامي وراحت عامله لي كده. عملت لك وقالت لي كده بقى ازاي؟ ايه البتاع وقع بباراشوت وطير بباراشوت ودور عليه تحت السرير طب وعماله مالك تهق الكلام ده؟ أنا مالي؟ الكلام لو بجد. ايوه. وهي عارفه. طب ما هي جايه واسالها. لا طب ما هي جايه. في حاجه. طب في حاجه منك انت. الكمبيوتر ده اللي يخليك تقول ان في حاجه كده يبقى الحاجه دي منك انت. ماشي. طلع الكمبيوتر يا محمد. لو الكمبيوتر طلع الكمبيوتر. ماشي اضحك أبوك. بس الكمبيوتر جوه في الاوضه. وربنا الكمبيوتر والله لو طلع الكمبيوتر جوه في الاوضه وانت بتسرقني أيوة. هضربك. سرقت؟ طب ما انت اللي سرقت. عرفت ان هو 50,000 جنيه. عرفت انا اضحك يا حبيبي. شفت ان انت عبيط بقى ازاي ما بتعرفش تمثل؟ شفت؟ وربنا بعرف. طب ماشي. وربنا بعرف. الكمبيوتر ده مش هيخرج منك يا محمد. والله يا احمد الكمبيوتر جوه في الاوضه. والله الكمبيوتر جوه في الاوضه. طب ما تحلفش. والله الكمبيوتر جوه في الاوضه. يعني انت اللي دخلته الاوضه بقى طالما ما واثق كده. دخلت هي تقلب الترابيزه. طب ما أنا انت دخلت عرفت الأوضة. ان هو في الاوضه. متاكد ان هو في الاوضه. ليه؟
عشان انت نزلت ايوه بعديه. ايوه. وانا لما نزلت من هنا الكمبيوتر كان موجود. طب ما انا كمان كان موجود. وامك بتهق وتمق معاك وانت عمال وعمال تدور لي من هنا وعمال تعمل لي من هنا، فانت اللي خبيت الكمبيوتر. خبيت الكمبيوتر فين؟ في الاوضه. انهي اوضه؟ في الاوضه بتاعت امك. انهي امك؟ والله يا احمد هيبقى، والله همد ايدي عليك. تمد ايدك عليا ازاي يعني؟ الكمبيوتر هيطلع جوه، همد ايدي عليك واعرفك ان انت عبيط واخلي شكلك وحش. لا مش لا انت عبيط. لا مش عبيط. ده عبيط. طب ما تمدش ايدك. طب خش يلا افتح الباب. مش هفتح الباب. وربنا مفتاح الاوضه معاك. معايا ازاي يعني؟ انت بقى خلاص انا كده اطمنت، قلبي استريح. قلبك استراح ازاي؟ انت عيل بارد وسمج. انا اللي بارد؟ هات البتاع يلا وحط الكمبيوتر يلا واخلص. حط الكمبيوتر واخلص. انت عارف لو شلت فيشه غلط ولا حطيت سلك غلط الكمبيوتر بيبوظ. بتعمل كل ده ليه؟ طب ما تقول لنفسك. طب ما تقول لنفسك. ماشي. هي امك اللي عملت كده، امك بوظت الدنيا، انا اللي عملت الكمبيوتر وانا اللي شلت الكمبيوتر وشلت الصور. وحطيت الكاميرا فين بقى؟ وغفلتك وانت اتغفلت، انا غفلتك وانت اتغفلت، بس امك هي اللي السبب، امك هي اللي بوظت الدنيا. يلا خلاص مش مشكله. خش بقى هات الحاجه. خش افتح الباب ويلا وهات الحاجه. وانا لما تيجي امك. انا اللي لما تيجي امك بوظت الدنيا. امسك يا عم، امسك المفتاح اهو. ايه في الواد يا بلاد انت؟ ايه في الواد يا عبيط يا؟ خلاص ما هي باظت. حلاوة امك اتخضيت ولا لا؟ بامانه انت لازم تتخض، بس امك اللي بوظت الدنيا اقسم بالله. يلا سهله سهله سهله. ايه الكركبه اللي انت عاملها دي؟ وربنا انت شيل بقى الكمبيوتر. دماغك كانت بص هتتشتت. ماشي، ما انا ماشي اتخضيت، بس انت هبل ما عرفتوش تكملوا الفيديو. هو انت بتشتم امك يا قليل الادب اللي ما تربيتش. واما تيجي برضه ليها حسابات. يلا تعالى بقى روق الزريبه اللي انت عملتها وهات الحاجه حطها. يلا حطيت الكاميرا فين؟ الستاند بتاعها كنت حاطه فين؟ يلا بس يلا ههتم. اوعى يا عم اوعى. طب اقفل يلا. بس كده يا جدعان الفيديو خلص على كده، وانا عايز اقول ان الفيديو كان هيكمل جامد قوي قوي اكتر ما هو جامد، وانتوا اللي هتحكموا يا جدعان. بس عايز اقول لكم ان امي اللي بوظت الفيديو، وانتوا كنتوا شايفين ان هي بتتكلم ازاي وما كانتش مساعداني خالص في الفيديو، عشان كده محمد كشف الفيديو. ولحد هنا كده يا جدعان فكره الفيديو خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله مش هتاخر عليكم. انا بتكلم عن نفسي، ان شاء الله مش هتاخر عليكم فيديوهات تاني، واشوفكم في فيديو جديد.